السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رونالدو في ورطة. ذكرت صحيفة موندو الإسبانية أن نجم نادي النصر وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تورط في أزمة قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إقامة دعوى جماعية ضد إحدى شركات العملات المشفرة. ووفقا لما ورد، فإن رونالدو سيتحمل جزءا من الاتهامات بتهمة الترويج والمساعدة والمشاركة بنشاط في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة بالتنسيق مع شركة العملات المشفرة بينانس، حسب الدعوى المرفوعة في منطقة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية. وأشار التقرير نفسه إلى أن اتهام شركة بينانس بأنها أحدثت تأشيرا غير قانوني على أداء العملات المشفرة يعني ضمنيا أن رونالدو كان يعلم أو يجب أن يعلم أن الشركة باعت بشكل غير مسجل العملات الرقمية، وهم ما يضع نجم النصر من جديد تحت طائلة العدالة الأمريكية. وكان نجم العالمي رونالدو قد اتهم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2009 باغتصاب عدة أزياء سابقة، والتي يزعم أنه قد وقع معها اتفاقية سرية، لكن تم رفض الدعوى المرفوعة ضد رونالدو في عام 2022.